بعد انتقاله إلى تشيلسي أصبح يعتبر إنزو فرنانديز أغلى لاعب أرجنتيني في التاريخ وأغلى صفقة انتقال عرفها تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. فبعد أن تمت هذه الصفقة بهذا المبلغ الفلكي أصبح السؤال الأكثر انتشارا بين الأوساط الكروية هو لماذا إنزو فرنانديز ولماذا هذا الثمن الباهظ؟ فلاعب لم يكمل سوى 6 أشهر بأوروبا وظهر في مسابقة مجمعة واحدة مشهورة وهي كأس عالم قطر 2022. كل هذه الأسئلة وأكثر سنحاول الإجابة عنها في فيديو اليوم، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد. وهيا بنا لنبدأ. ولد إنزو جيرمايز فرنانديز في سان مارتين ببوينس آيرس بالأرجنتين سنة 2001، وترعرع على يد والديه راؤول ومارتا فرنانديز مع 4 أشقاء هم سيبا، رودري، ماكسي وكونزا. بدأ لعب كرة القدم في سن مبكرة مع نادي محلي اسمه لاريكوفا قبل أن ينضم إلى ريفر بليس عام 2006 وهو في 5 من عمره. بعد 13 عاما من التطور في صفوف النادي تمت ترقيته للفريق الأول من قبل المدرب مارسيلو غايارتو في 27 من يناير سنة 2019، على الرغم من أنه ظل على مقاعد البدلاء أثناء خسارتهم 3-1 أمام باتروناتو بالدوري، إلا أنه ظهر لأول مرة مع الفريق في 4 مارس 2020 ليحل محل سانتياغو سوسا في الخسارة 3-0 أمام إلديو كيتو في كوبا ليبرتادوريس. نصحه بعدها مارسيلو بترك النادي على سبيل الإعارة للمزيد من التطور، على الرغم من أنه كان يشارك بشكل متقطع. فبالطبع تمت إعارته في أغسطس إلى فريق ديفينسا إي جوستيكا، وهو نادي آخر في دوري الدرجة الأولى لكن أقل من ريفر بليس من ناحية الضغوطات وصعوبة أخذ مركز أساسي. ظهر لأول مرة في 18 من سبتمبر أثناء الفوز على ديلفين 3-0 في كوبا ليبرتادوريس تحت قيادة المدرب هيرنان كريسبو الذي اقتنع جدا بأداء إنزو وأصبح يشاركه بشكل مستمر، مما ساعد الفريق على الفوز بكوبا سودا أمريكانا لسنة 2020 بعد الفوز في النهائي على لانوس الأرجنتيني 3-0، وبالتالي حصل إنزو على أول ألقابه في مسيرته الكروية. وساهم فرنانديز أيضا في هذه السنة مع ديفينسا إي جوستيكا في 2 و5 أسيستات. في موسم 2021-2022 عاد فرنانديز إلى ريفر بليس بعد الإعارة بناء على طلب المدير مارسيلو في 15 من يوليو 2021، وسرعان ما أصبح لاعبا أساسيا مع الفريق. وفي 14 أغسطس سجل هدفه الأول للنادي وقدم تمريرة حاسمة في نفس المباراة أثناء الفوز 2-0 على فيزي سارسفيلد. وفي 20 ديسمبر وقع فرنانديز على عقد جديد ممتد ل 2025، وبعد بداية القوي لموسم 2022 مع 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 19 مباراة فقط تم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم في الأرجنتين، مما جذب انتباه عدة فرق أوروبية للتعاقد معه بصيف سنة 2022. وبالطبع كان هناك اهتمام كبير من الوولفز، ميلان، بنفيكا وليفربول، وكانوا مستعدين كلهم لدفع 10 ملايين يورو فقط والفوز بخدمات اللاعب الأرجنتيني. لكن كان هناك شرط وضعه فريق ريفر بليس عرقل العملية بالنسبة لهذه الأندية، وهو أن يكمل إنزو مع ريفر بليس مسابقة الليبرتادوريس التي ستنتهي في شهر يناير من سنة 2023. وكل هذه الأندية تعلم أن ريفر بليس فريق من الكبار في أمريكا اللاتينية، وعلى الأغلب سيصل للنهائي أو النصف كأقل تقدير. فانسحبت كل هذه الأندية ووافق على هذا الشرط فريق واحد وهو بنفيكا البرتغالي الذي قبل الشرط وفاز بالرهان، حيث أقصي ريفر بليس في دور 16 من بطولة كوبا ليبرتادوريس، وحصل على إنزو من بداية الموسم مباشرة مقابل 10 ملايين يورو و8 ملايين كإضافات و75% من الحقوق الاقتصادية لصالح ريفر بليس. وظهر فرنانديز لأول مرة مع بنفيكا في 2 من أغسطس ضد ميدجلاند في ذهاب الدور الثالث من تصفية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفه الأول أثناء فوزهم 4-1، واستمر في هذا التألق حتى بالدوري البرتغالي ودوري أبطال أوروبا بعدما تأهلوا كليا للبطولة. وقبل نهاية مرحلة الذهاب في هذا الموسم لعب إنزو مع بنفيكا 29 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7. وبالطبع شارك في مونديال قطر 2022 حيث تعرف عليه الجميع أثناء ظهوره الأول ضد المكسيك وتسجيله هدفا ضمن للأرجنتين
الفوز بالمباراة. ونظرا لأدائه بدأ سكالوني يستخدمه كأساسي في تشكيلته التي استطاعت الوصول للنهائي وتحقيق اللقب الغائب عن الأرجنتين بعد الفوز على فرنسا بركلة الترجيح. وحصل إنزو على جائزة أفضل لاعب شاب بالبطولة. كل هذا الأداء جعل عدة أندية تهتم باللاعب، وأولهم كانت تشيلسي، والذي اتضح فيما بعد أنه كان أكثرهم جدية، حيث استطاع شراءه ب106 ملايين جنيه استرليني بعد التوصل إلى اتفاق مع بنفيكا دام طوال فترة الميركاتو الشتوي وانتهى في آخر الساعات من الميركاتو. ووقع بالطبع إنزو مع البلوز لمدة 8 سنوات ونصف إلى غاية سنة 2031. وتعتبر هذه الصفقة حاليا هي الأهم بالنسبة لتشيلسي، أكثر من ميخايل مودريك وأكثر من أي لاعب آخر، خاصة في ظل الإصابات المتكررة لكل من كوفاسيتش وكانتي، وبيع جورجينيو للأرسنال، حيث أن إنزو فرنانديز يستطيع اللعب كصانع ألعاب عميق مثل جورجينيو، ويجيد أيضا الخروج من الضغط وحمل الكرة للمناطق الهجومية مثل كوفاسيتش، كما أنه قوي وصلب ويجيد أداء المهام الدفاعية بشكل ملفت. كل هذه المواصفات ستساعد تشيلسي كثيرا في حل ثغرتها الدفاعية التي عانى منها طوال هذا الموسم، مع وجود مدافعين ممتازين وراءه كسيلفا وكوليبالي وبنوا بادياشيل الصفقة الجديدة. إذن هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. إذا أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وترك تعليق لنا حول المواضيع التي تريدوننا أن نتحدث عنها في الحلقات القادمة. وإلى اللقاء إلى فيديو قادم.